السؤال عن التكوين في المجال السياحي للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الحركي. تفضلوا سيد النائب. شكرا السيد الرئيس. السيدة الوزيرة عن التكوين في المجال السياحي نسائلكم. شكرا. تفضلوا السيدة الوزيرة. شكرا سيد النائب على هذا السؤال. في اطار خريطه طريق السياحه 2023-2026 اعطينا اهميه كبيره للعنصر البشري وركزنا على الرفع من جوده التكوين. في هذا الاطار اطلقنا 14 شعبه جديده في التكوين تماشيا مع التطورات الجديده اللي كيعرفها القطاع السياحي، منها مثلا السياحه المستدامه والسياحه الايكولوجيه والرقمنه. وبما ان الو اف بي تي هو المكون الرئيسي في القطاع بنسبه 75%، وقعنا اتفاقيات اللي كتهم 3 ديال البرامج اللي هي برنامج كاب اكسيلونس. لحد الان تم وضع آلية تدبير جديده في 2 مؤسسات ديال الدار البيضاء وديال الرباط. برمجنا 4 ديال المؤسسات في 2025 و6 مؤسسات في 2026. كذلك عندنا برنامج الاطر المتوسطه اللي لحد الان تم تسجيل 1000 مستفيد. وعندنا برنامج تكوين مستمر متميز اللي كيهدف الى خلق مناهج للتكوين المستمر عن بعد اللي كيشمل احدث التقنيات والمهارات، ويتم حاليا الاشتغال على المنصه الالكترونيه. اما فيما يخص الاعتراف بالمهارات المكتسبه يعني لا VAE، اطلقنا برنامج كفاءة اللي هو برنامج للمصادقة على الخبرات المكتسبة لفائدة حوالي 7550 شخص بين 2023 و 2026، ولحد الآن استفدوا 1000 مستفيد ومستفيدة. شكرا. تفضلوا سيد النائب. شكرا السيدة الوزيرة. التكوين في المجال السياحي رهين كغيره من القطاعات بالجدية التي دعا إليها صاحب الجلالة في خطاب العرش نصره الله، وتتمثل الجدية في الاستثمار في الرأسمال البشري عبر تكوين وتأهيل موارد بشرية لها تنافسية على المستوى الدولي يمكنها بالاشتغال في كل المواقع والانخراط في كل ما له علاقة بالعالم الرقمي الذي سيكون حاسما في النهوض بالسياحة على المستوى الدولي. أما ما جاء في جوابكم سيدة الوزيرة هو غير كاف ولا يرقى بالصناعة السياحية في المغرب إلى مصاف الدول الرائدة في هذا الميدان، والتي ما فتئت تستهوي أعداد كبيرة من السياح المغاربة. وهنا نستحضر السيدة الوزيرة اختياركم لبلد إفريقي من أجل قضاء العطلة الصيفية. لذلك وجب التدقيق في مستوى برامج التكوين والهياكل المشرفة عليها أمام عجز منظومة التكوين الحالية على توفير حاجية الوحدات السياحية والفندقية، حيث أن مواكبة العرض لاحتياجات سوق العمل تعد من أهم التحديات التي يتعين مواجهتها في مجال التكوين الفندقي والسياحي. ولتحقيق هذه الغاية يتطلب وضع استراتيجية تكوينية في مستوى التحديات عبر إنشاء مراكز ومعاهد التكوين السياحي، وليس على غرار ما قامت به الوزارة في منطقة درعا تفيلات بغلق. شكرا سيد النائب المحترم.